أن تبادر بالتحية فلا ترد، بل كنت تبادرنا بالتحية وتسعى إلى كل واحد منا ترضيه بهشاشة وجهك وصوتك الحبيب. يا أخي ما بك وتغادر قبل أن يؤون الأوان. غادرتنا على صغر السن، غادرت لم تسلم ولم تودع، لهوى مطاع وشح متبع وإعجاب كل رأي برأيه فضلت أن تغادر. إنه قدر الله وإرادة الله. يا رب، إن الحياة منحة منحتها لعبادك وأمرتهم بالشكر عليها، ولكنك قدرت الموت وجعلته محنة وأمرتنا بالصبر عليها. ونحن على حبنا له وتقديرنا لجهده فإنا لا نملك إلا أن نفوض الأمر إليك. أنت الحاكم وأنت القاضي، أنت الآمر وأنت الناهي، لا راد لحكمك أبدا. جئنا لنشهد شهادة عساها تكون من قبيل ما قال نبيك: إن ألسنة الخلق أقلام الباري، فأمر اللهم أقلامك بأن تكتب ما نقول، فإن لا نقول في هذه الذات إلا خيرا. عرفناه على شبابه حبيبا غيورا مناضلا من أجل المحاماة والحقوق، باع حياته لهذا العمل وقدم نفسه لأن يكون مظهرا من مظاهر محبة الإنسان للإنسان وخدمة الإنسان للإنسان. وهل المحاماة في عرف من علمنا إلا خدمة الإنسان للإنسان؟ يا مصطفى، عرفناك في مرافعاتك، كنا نتتبع صوتك عبر القاعات لنستمع منك إلى تلك الضحكة اللطيفة والوقفة الخفيفة والتعليق الذي لا يمل. وكنت في كل مرافعة تقدم من يقابلك في المرافعة لفضلك ولكرمك، ولا يعرف الفضل إلا ذووه. عرفناك عندما دخلت المحاماة فإذا بك تأخذ على نفسك أن تجمع تراث فقه القضاء، جمعته في كتب هي مراجع زملائك والقضاة الذين يقضون، ولا تجد مراجعا للقانون إلا وبيده مصطفى الصخري. يا أخي، يا ابني، ما كنت أتوقع أن أقف هذا الموقف، كنت أظن أن يحين أوان ذهابي وأن تكون من المودعين، ولكن إرادة الله شاءت أن أشهد لك مع أني كنت أنتظر شهادتك لي. واشهد يا رب أني أحب هذا الرجل وأقدره وأحترمه، وأني أنا وإخواني وزملائي من قضاة ومحامين لم نشهد منه إلا ما يجعلنا في لوعة على فراقه. لوعة الفراق ليس لذهابك، فأنت تذهب كما يذهب الناس، والناس كلهم يذهبون، ولكن اللوعة في أن ذهابك يجعل مكانك فارغا في خلقك، في علمك، في دماثتك، في محبتك لإخوانك. ستبقى شامة وعلامة وستبقى مرجعا للجميع. أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، وأن صخرا لا يأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. جئناك يا رب لنشهد ونسأل منك أن تتقبل منا طلبا واحدا، هي أن لا يبقى هذا الذي يأتيك الليلة فريدا وحيدا
خارج إطار رحمتك، فدائر رحمتك شملت العديد من المذنبين، فأسألك اللهم أن تدخله في دائر الرحمة الربانية، وأن تجعل من صحبه محمدا والنبيين والمرسلين أجمعين يا رب العالمين. سلمنا بقضائك وسلمنا بقدرك، وحكمك ماض علينا، فخذ منا دعاء واحدا تقبله، أن تجعل خاتمته خاتمة السعادة والبقاء في عليين يا رب العالمين، وأن تلحقنا به غير مبدلين ولا مغيرين، أن تحفظنا وتحفظه في زوجه وابنيه الصغيرين، فإنهما أبناؤنا وعيون عليهما، وإذا كنت قد انتزعت منهما وليهما فأنت تبقى ولي من لا ولي له. اللهم كن ولينا ونصيرنا ومعيننا وحامينا وشافينا وكافينا يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لسائر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. تحفظ الأمة وتكلأها بعين رعايتك التي لا تنام، وأن تكون غير مساعد للفقير والمسكين والضعيف واليتيم، وأن تنصرنا على أنفسنا يا رب العالمين. تحفظنا في هذا الرجل وفي أهله، وأن تحفظنا في مآثره حتى تبقى شامة للطالبين، وأن تصلي على سيد الأولين والآخرين محمد الصادق الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كمل أخويا. خلينا نهبط هنا نرش على هالبقعة هنا. رد بالك.